المباراة الهامة التي تنتظر الفريق الأخضر السبت المقبل برسم نهاية عصبة الأبطال الإفريقية، وما قد يترتب عنها من تركيز فقط على هذه المباراة دون مباريات البطولة، إلا أن شيئا من هذا لم يكن، وشاهدنا فريق الرجاء البيضاوي في أحسن حالته بعد هجوم أول لفريق الرجاء البيضاوي. هنا رد فعل فريق المحمدية بواسطة كحيل إثر خطأ لبلمامون. بعد ذلك اتخذت المباراة مجرا واحدا واتجاها واحدا، هو مرمى الحارس الشاب طارق الزرموني. محاولات كثيرة لفريق الرجاء البيضاوي وحركية كبيرة. هنا كاد عمر النجاري أن يفتتح حصة التسجيل. انتظار جمهور الرجاء لم يدم طويلا. هنا لوندو في اتجاه رضا الرياحي، تصدي أول من الزرموني وخباز يفتتح التسجيل لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. كرة عميقة في اتجاه لوندو الذي يهيئ الهدف الثاني لرضا الرياحي. لوندو كان جيدا في هذه المباراة إلا أنه أصيب وترك مكانه لمصطفى مرتضى. هنا محاولة بخطف رشيد روكي لكنه قذف بعيدا من مرمى مصطفى الشديد. قذفة أولى لنور الدين الزياتي لاعب الشباب السابق، سيزيد طريقه إلى الشباك إثر قذفة قوية خدعت الحارس طارق الزرموني. وانتهى بذلك الشوط الأول بفائدة فريق الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. خلال الجولة الثانية واصل فريق الرجاء ضغطه بنفس الأسلوب، عملية جماعية ينهيها رضا الرياحي بهدف رابع وهو الثاني له في هذه المباراة. رضا كان متألقا كعادته وشكل خطورة دائمة على مرمى فريق شباب المحمدية. حركات سريعة لفريق الرجاء البيضاوي، نور الدين يقذف بقوة والكرة تصل أمام رضا الرياحي، والهدف الثالث له في المباراة والخامس لفائدة الرجاء البيضاوي. هذا الشيء من الأهداف أرضى مدرب الرجاء البوسني وحيد هاليلودزيتش الذي كان أحد أبرز المهاجمين في أوروبا خلال الثمانينيات. المداح كما شاهدنا عوض خباز، ومباشرة بعد دخوله سينهي هجوما منسقا لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بهدف سادس إثر تمريرة ممتازة من مصطفى خالد. في هذه الأهداف الستة أمضى جمهور الرجاء ظاهرة ممتعة. هنا حدث الجمهور أنفاسه واعتقد أن جريندو قد أصيب إصابة بالغة، إلا أنه استعاد مكانه. هنا تدخل قوي من هشام بن مامون، ولاعب الشباب يطالب الحكم بتوجيه انذار لمدافع فريق الرجاء البيضاوي. ورغم الأهداف الستة وصل فريق الرجاء بحثه عن أهداف أخرى. فريق شباب المحمدية أكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد المدافع عبد الهادي السقيم. هنا أخطأ فريق الشباب ومهاجم رشيد روسي في تسجيل هدف الشرف في هذه المباراة، في حين وصل فريق الرجاء البيضاوي بحثه عن المزيد من الأهداف. هنا خطأ لم يعلن عنه سيد العرجون، وأصبح هجوم مضاد بفائدة فريق الرجاء. رضا الرياحي لم يكن في وضعية الخروج وتضيع هذه الفرصة. فريق الرجاء قدم عرضا مقنعا يدعو معه جمهوره العريض والجمهور المغربي عموما لمساندته يوم السبت المقبل في لقائه ضد جولدفيلد.